بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل عملي من خلال الماكسيمو دلوقتي ازاي نعمل تشايلد ورك اوردر او ورك اوردر فرعي. نعمل لوجوين للماكسيمو ونفتح الورك اوردر تراكنج من جوتو القائمة الرئيسية. هيفتح عندنا شاشة السيرش بتاع الورك اوردر. هندوس انتر من غير ما ندخل اي حاجة عشان يجيب لنا كل الورك اوردر الموجودة في السيستم او المفتوحة في السيستم. 568 ورك اوردر. هناخد اي 2 ورك اوردر من هنا، وليكن مثلا 1005 و 1006. هنخلي 1005 ده ورك اوردر فرعي في 1006. فهنفتح 1006 كليك عليه، هيفتح لنا الورك اوردر 1006 اهو، ملوش بيرنت لان الخانة هنا فاضية. نخش على بلان، وفي الجزء بتاع تشايلد ما نقولش نيورو. لو قلنا نيورو يفتح لنا ورك اوردر نعمله زي الاكزامبل اللي احنا عملناه بالظبط بالتفصيل. فاحنا عايزين نختار ورك اوردر عشان ايه المحاضره ما تطولش علينا. هنختار سيلكت ورك اوردر، هيفتح لنا كل الورك اوردر الموجوده. نعمل كليك قدام 1005 بعلامه صح ونقول له اوكي. كده بقى 1005 ابن او فرعي من 1006. لو رحنا للورك اوردر 1005 عن طريق السهم اللي هنا ده، جو تو ورك اوردر تراكنج، احنا دلوقتي جوه 1005. هنلاقي البيرنت بتاع الخانة بقى فيها فعلا الرقم 1006. لو روحنا ل 1006 جو تو ورك اوردر تراكنج، كده احنا في 1006 اهو، واقفين في 1006. هنلاقي في البلانز، لو فتحنا البلانز هنلاقي التشايلد موجود جواه هنا اهوت فعلا. ورك اوردر 1006 ونرجع ريتيرن ل 1005 نلاقي رقم البيرنت هنا. مجرد ما احنا عايزين بس نشيل العلاقة بينهم كأب وابن او كفرع ورئيسي، نحذف الرقم ده من هنا بديليت ونسيف. كده بقى فكنا العلاقة بينهم. لو رحنا ل 1006 هنلاقيه فاضي مفيهوش اي تشايلد. هنا هو في البلانز نعمل ريفريش، نخش على 1006 تاني، نروح ل 1005 من فوق في السيرش من هنا 1005 في السيرش هنا. فالبيرنت ورك اوردر بتاعه مفيش في خانة البيرنت ورك اوردر اي بيرنت. لو كتبنا 1006 ودوسنا انتر ودخلنا على البلانز، هنلاقي رقم الورك اوردر اختفى من هنا من الجزء بتاع التشيلدر. وكده عرفنا ازاي نحط او نشيل او نعمل علاقة بين بيرنت او فرعي للتشايلد بتاعه للفرع بتاعه، او بين الرئيسي والفرعي.